هلا انه انا بالمطبخ بصراحه. بيبي شو بدك تاكل؟ هيك شيء سريع يكون، لانه نحن على الساعه 9 رح ناكل، هلا الساعه 6 فبعد 3 ساعات رح ناكل، فلازم يكون شيء خفيف. شيء خفيف؟ لانه رايحين المكان رايحين ناكل فيه اكله كثير دسم ولحم وهيك يعني فات، فلازم واحد يروح جوعان ما يروح شبعان. ف... شو عم تعمل بسنابي؟ فلازم الاكله تكون خفيفه. شو اندومي. ليش لا؟ ليش ما بيحبوا الرجال ما بيحبوا الاندومي؟ مو جاوب، اكلت اندومي على فكره امبارح. ادم، شوفوا ادم. ادم اخذ الفلتر. انا اخذت الفلتر. ادم سي هاي. هلا ادم اخذ الفلتر. قول مرحبا. سي هاي ادم، سي هاي. يلا سي. يلا يلا ما بحب سي المسح. هاي. الغالي. اجت بيرة، اجت بسم الله، اجت مراقبتنا من بعيد انه هيك عم تراقب شو عم بيصير، وقالت عم تقول هاي. لا هيك ما بيصير. مامي يلا قولي هاي. تعال. تعي انت قولي هاي. يلا تعي. هاي. يا عمري كيوت. يلا اجين. كيوت. هلا شوفوا شعره، والله هلا عملته، هلا قبل 5 دقائق. شوفوا شو صار، ومشطته وبللته وكل شيء وهيك. يلا خلص قلتي هاي. شمس صارت مشاكل الشعر الكيرلي. راحت بس لانه قالت هاي هلا اقتنعت يعني. بس لاني ادم ولا أوه. لا توعي. مو انا ادم. وجهي ماما شو هلا شو اندومي؟ لانه قلت لك انت صرت بالك جوعان. طيب اعمل لك هيك فطور ستايل. ايه ليش مو هلا ما كنت جوعان؟ ها؟ مو هلا عم تقول مو جوعان؟ فجأة جعت؟ مو جاي. فطور ستايل انه بغريني. انه شو؟ بغريني اكل. بيغريك تاكل. اندومي ما في زبون. وقعتك بالفخ. انا اصلا قلت لك اعمل لك فطور ستايل يعني بعرفك حتقول لي ايه مشان اعطيك هذه الاسطوانه. ما بيحبوا الاندومي. طب يعني كله هيك تصبيره ما في، لازم يعذبوا الشخص انه خليني هلا اقعد احضر السفره. وادم هون قاعد. يلا خلينا نعمل فطور ستايل. نعمل فطور ستايل. فطور ستايل اللي ما بيعرف، رجع ادم اخذ الفلتر. يلي ما بيعرف فطور ستايل اللي هو بيكون بيض مقلي، مو عيون. عادة بعمله سكرامبلد يعني هيك مخفوق. شاي، لبنة، جبنة حسب شو عنا، مقدوس، هاي الأشياء يعني. جبنة مثلثة، جبنة شرايح هيك، مرتديلا. فهذا هو الفطور ستايل تبعنا. فالسيامات بده هيك. بصراحة أنا ما بحبه أبدا، بس يعني خلص رح أعمله، رح نجبر أكله. يلا تعال خليني اخلص من ادم اول، الهي بشي شغله وبعدين مشان اجي على المطبخ على راحتي. وين وين وين؟ اوكي طردتهم لبرا. ادم وسيمان وميرا. ميرا اجت رفقاتها، صايره عندها اصدقاء على فكره. هلا بفرجيكم. بتجيها مرات هيك لما تكون ما عندها شيء وملانه، بتجي لعند ميرا تلعب معها. فكتير كيوت هيك ميرا انه صار عندها اصدقاء وكبيره وحركات. اوكي. اول شيء نعمل بيض. حزري مني جا. فيها ميرا؟ رفيقة ميرا وجايبه معها رفيقتها مشان تعرفها على ميرا. كيوتين صح؟ وينك انت بيبي؟ انت وين؟ اوكي. ميرا عم تلعب برا وانا هون عم بعمل اكل فطور ستايل. شوفوا هذا البيضة عملاق كثير كبيرة. انا شوفوا على طول
على طول بحطها على شو اسمه طواية. شوفوا فيني افتح البيضة بايد وحدة، يا رب ما اتخجل. تخجلت؟ لا والله عادة تضبط، ما بعرف ليش هلا لم تضبط معنا. اوكي رايحة اكب قشر البيض. اوكي I'm coming. مع انه هي سفرة كتير بسيطة وما بدها تعليم، بس انا حابة احضر الافطار معكم. ممكن ولا مش ممكن؟ شوفوا انتوا طلبتوا مني صوري لا تقطعي منا وما بعرف شو، فخلص انا هاد يومي لازم تكونوا معي بيومي. ما تتوقعوا يعني اذا انا تقولي صوري رح اخذكم على نسافر مع بعض هي يومياتي يعني. اوكي جبت هون ملح مع فلفل اسود، هذا كثير بيطلع طيب الفلفل الاسود مع البيض المخفوق. شوفوا بضل هيك اقلب فيه، انا بحبه هيك سكرامبلد، يعني انه هيك شوي كريمي، يكون مو مستوي 100%، يكون هيك مستوي 80%. ما بعرف بس هيك انا بفضله، حتى سيمان هيك بيحبه صراحه. اوكي هلا خلصت البيض، اخر شيء اخر خطوه بعملها بحط شوي فلفل اسود وهيك بيكون جاهز. شوفوه هيك كريمي. هاي صديقات ميرا، هاي ميرا وهي رفقاتها يلعبوا. برنسس والله يا ميرا كبرتي وصار عندك اصدقاء. ومو وحده، في عندها اثنين. هلا صاروا اثنين، كان قبل وحده بس. يلا يا بابا. اوكي خلصنا اول شيء. هلا رح نشوف شو عندي بالبراد وبعدين نعمل هيك صحون، يعني حسب نشوف شو عندي. اوكي here is the براد. لقيت بالبراد جبنه مثلثات، شرائح جبنه، مكدوس and لبنه، وفي كمان قشطه. اوكي راح احطهم كلهم بصحون صغيره. اولا شويه قشطه، اصلا في نص. هون حط اللبنه، طبعا هي لبنه تركيه، انا بصراحه ما بحب اللبنه اللي بتكون حامضه، انا بحبها هيك تكون تركيه اللي هي مو حامضه عاديه يعني. حط شوي يعني لانه بس انا وسيامن رح ناكل، فما رح احط كميات كبيره، ومثل ما قلت لكم ما بدنا ناكل كثير حتى ما نشبع. لبنه، قشطه and مكدوس اكيد. مكدوس رح احطه بصحن مسطح لحتى واحد هيك يقسم. بس اثنين، شوي زيت فوقن، حطينا المكدوس. هلا جبنا الشرائح صحن كمان مسطح، اذا عندي مرتديلا او لا. صراحة انا بحب المرتديلا معها، يعني سيمان مو كثير بياكلها بس انا بحبها يعني مع الاكل، مع الفطور بالذات. اوكي حطيت شرائح جبن، وراح احط كمان جبنه مثلثات. ما شاء الله كل هذا شخصين فقط. نحط
احط هون كم وحده. هدول سيمن انا بصراحه مو كتير بحبهم، سو راح احط بس 3. شو كمان؟ اوكي هيك جهزنا السفره. رح شوف اذا في عنا مرتديلا او لا وبس. ويمكن اقطع خيار، ما عندي طماطم، يعني بحب الطماطم مع هي مع الفطور. سو راح احط السفره. شوف مرتديلا بتكون عادة تحت. اوكي سفرة اليوم هي هيك تصبيرة خفيفة سريعة نظيفة قبل المطعم. اوكي انا عملت لي توست. ادم سيمان ما بيحب التوست. سيمان ما بيحب التوست صراحة، بس انا بحب التوست اكثر من الخبز العادي مع بعض الاكلات. ميبي يلا تعال كل بتضلك هيك تتحرك. تحب تتحرك. انا حامل سندويشتي وانت اخدم نفسك بنفسك، ولا بتحبها واكلك؟ المفروض شو اضحك هلا يعني؟ انه انا قلت لك نكته، شو بك؟ ما بضحك النكته؟ اعطيني الملعقه تبعك. طبعا البارحه نص السنابات اللي صورتها بالسياره كانت من دون صوت، فانتوا كلكم بالشو اسمه بالرسائل مسجز كلكم عم تكتبوا لي ما في صوت، وهالشي كتير مزعج. انا لما بسمع حدا بشوف ستوري شي شخص وبعدين بلاقي ما في صوت كتير بنزعج وبيصيبني فضول، بدي اعرف شو عم يحكي هذا الشخص. فما بعرف شو صار البارحه، يمكن تليفوني عمل كونكت على السياره فمشان هيك اختفى الصوت. ما بعرف يعني مرات هيك بيصير. ماما الريموت عند بابا. ميرا من وقت ما شلحت الحفاضة لحد الآن عم تدخلنا للحمام 1000 مرة باليوم، وبالذات سيمان بعاني معها أكتر شيء. لأن هي لما بتروح على الحمام تروح على سيمان أكتر شيء، يعني ما أنا بتجيني بس أكتر شيء بتروح على سيمان. هاي شكله آدم. حبايبي كتير عم تسألوني هذا السؤال، إنه علمينا كيف دربتي ميرا إنه تشيل الحفاضة. هلا هي لحد الان مو 100% بيرفكت ومسيطرة على حالها، يعني فينا نقول تقريبا بيبي قد ايه 80-90%. ها؟ ايه يعني 80 هيك، انا بحس 80%. المشكلة هي مو بالبيت عنا، المشكلة برا اذا طلعنا. مشان هيك يعني هلا بالبيت 100%. ايه حتى لحالك تروح تساعدك. صح. فميرا بصراحة انا ما عملت لها شيء سبيشال، يعني ميرا اكيد طفلة بالعالم، يعني ما بتعبني. ما بعرف من اول ما جبتها للحياة ما بتعبتني، يعني من ناحية التربية والأشياء كتير هادئة، ما بتبكي، مو متطلبة، مو عنيدة، ما قصدي متطلبة بس مو عنيدة، مو يعني مو هاي الطفلة المزعجة. فلما فجأة شلحت الحفاضة صارت لحالها بدها تروح على الحمام، ويمكن عملت حادثين بس. أنا نفسي استغربت صراحة، لأنه أنا اللي بعرفه إنه الأطفال بيطولوا شهر وبيضلوا كل شوي مسوين بيبي بالبيت ودوخة يعني بتكون عادة، بس ميرا لا عادي كانت، يعني ما عزبتني أبدا. فحسب الطفل، ما في طريقة معينة. طريقة أنا اللي عملتها إنه أنا بس شلحت الحفاضة، يعني مرة واحدة شلحت الحفاضة وخليتها من دون ما تلبس شي تحت، حتى إذا عملت شي تشوف تحس يعني، لأنه إذا بتلبس بيجامة تحت إنه بيفكروها حفاضة فعادي. فأول شي من دون ولا شي أول يومين، بعدين لبستها هذا الكلسون تبع البيبيات الصغار. وهلا عم نلبسها فساتين، ما بدي ألبسها شي بنطلون مشان ما تحس إنه حفاضة ويلا عادي بتعمل على حالها. فهلا عم بلبسها فستان. تعي مامي تعي فرجيني شو الفستان الحلو. ها I love. شوفوا صايرة بس فساتين عم بلبسها. حتى إذا عملت أي شيء أي حادث تحس على حالها وما تعمل، يعني تقول إنه ما تفكر إنه هي لابسة حفاضة. يا عمري you look so beautiful. شوفوا كل هاي إنه لأنه عم بصورها، إنه هي خجلانة على أساس
فيس هي هذا هو الخطة اللي اتبعتها مع ميرا، بس بكل بساطة انه عادي ما في شي سبيشال ابدا، عملت مثل ما اي حدا بيعمل. وها لازم تفضوا حالكم وما تحسوا بستريس، واذا عمل حادث ما تصرخوا ابدا، يعني انه عادي، بس فهموا الطفل انه اذا عمل شي روح للحمام مو هون. فكل ما بيعمل حادث ارجعوا ذكروا بهذا الشي، فما تعصبوه، لازم تكونوا ريلاكس وشو اسمه وتفرغوا حالكم، يعني ما يكون عندكم طلعات دخلات مشغولين بشي. حبايبي في ناس عم يسألوني عن قطرة العين اللي أنا بحطها قبل العدسات. هاي القطرة بتقلل احمرار العين، يعني أي حدا عنده عيون حمراء بتصفي العين، يعني بياض العين بيصير أبيض. فعم تسألوني إذا فيها أضرار، أنا بصراحة ما بعرف، يعني ما فيني أعطيكم أي معلومات عن الموضوع، بس أنا اللي بعرفه إنه هي يعني بتهدئ العين من هيجاج العين. ففي قطرة كتير منيحة، مو هي اللي أنا بستخدمها إنه يعني مو كتير، 50% منيحة. في وحدة أحسن منها اسمها لومي فاي، إذا عندكم عيون حمراء حطوها ما راح تندموا، من أحمر إلى أبيض ناصع بتصير العين، عن جد كتير 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 ممتازة هي القطرة، لومي فاي هيك اسمها.